انا هتجنن اقسم بالله. انا الحمد لله بعد سنين كتير بحاول اتخن اتمليت شوية من 58 ل 65، وكمان للأسف مش بيبان عليا. بس انا مبسوطة اني وصلت للوزن ده، بس للأسف هتجنن. عندي خوف رهيب اني اخس، عمالة اكل اي حاجة قدامي، اي حاجة قدامي باكلها حتى لو انا شبعانة وعارفة ان ده غلط. بس انا اتخنت بسبب المغات والحلبة، واكتشفت ان كترهم غلط فبطلتهم، وهموت من الرعب والتوتر اني اخس، لاني كنت باخد كمية تنمر كبيرة. عندي مشكلة ان كتافي رفيعة قوي، ما بتتخنش الا بسيط جدا، فبتدي ايحاء دايما للي قدامي ان انا رفيعة. هي اتملت سنة بسيطة، بس انا خايفة ان انا اخس لان انا بخس بسرعة جدا. من الزعل والتوتر بخس، كل شوية اوزن نفسي، لو لقيتني خسيت جرام بتجنن. هي بتسأل على السناكس اللي تاخدها اللي تخليها ما تنزلش في الوزن وتقدر تاخدها ما بين الوجبات، وبتقول ان هي بتروح الجيم مرتين في الاسبوع، بس بتتمرن رياضة خفيفة علشان هي عندها مشكلة في ظهرها وما تقدرش تشيل أوزان كبيرة. أنا أسفة والله اعذروني، بس أنا واجهت تنمر على شكل جسمي من أهلي نفسهم. دلوقتي أنا راضية شوية عن شكلي، بس أنا عايزة أوصل ل70. فممكن أعمل إيه غير المغات والحلبة يتخني؟ المشكلة دي منتشرة بشكل كبير جدا، والمشكلة الأساسية عندك انتي مش عند الناس اللي حواليكي. ما ينفعش تسمحي لحد ان هو يهز ثقتك بنفسك، سواء حتى انتي راضية عن نفسك او لا. حطي حدود للناس اللي حواليكي حتى لو كانوا اهلك. انا راضية عن نفسي كده، انا مبسوطة كده، انا عاجبني شكلي كده، ومرة على مرة الكل هيسكت ومحدش هيتكلم معاكي ولا هيضايقك. طول ما انتي واثقة من نفسك الاحساس ده بيوصل للي حواليكي ومحدش يجرؤ يتكلم معاكي. ولو انتي قررتي تغيري حاجة في نفسك فانتي بتغيريها علشان انتي عايزة تكوني احسن، او ده هيبقى افيد ليكي وانسب ليكي واحسن ليكي. لكن احنا مش بنتغير عشان اللي حوالينا عايزيننا كده وخلاص. صح بقى غلط مش فارقة معاهم، هم عايزيننا كده. الاهم بقى واللي انا طالعة اتكلم عنه كدكتورة تغذية، هو انتي اصلا محتاجة تخسي ولا لا؟ اللي بيقرر انتي محتاجة تخسي ولا تتخني هي تحاليلك، الانبادي بتاعك، وزنك، طولك، حالتك الصحية. كل ده بيخلي الدكتور ياخد القرار انتي محتاجة تعملي ايه. يعني مثلا بأبسط معادلة اللي هي البادي ماس اندكس، لو حطينا وزنك على مربع طولك بالسنتيمتر وشوفنا انتي الوزن المناسب ليكي ايه. يعني لو انتي مثلا طولك 170 سنتي، فانتي الماكسيمم ويت بتاعك 69.5. يعني انتي لو 70 كيلو هتبقي اوفر ويت. ده طبعا في حاله ان انت شخص عادي مش شخص رياضي، واللي بيحكم اكتر الاين بادي عشان بيبين لنا نسبه العضلات ونسبه الدهون وبيبين لنا كل حاجه بالتفصيل في جسمك. فانت بتقولي ان انت وصلتي لل65 وعايزه توصلي لل70، وده بنسبه كبيره اصلا وزن زياده عليكي، وانت بتقولي ان انت عندك مشكله في ظهرك. يعني كل زياده في الوزن كل ما انت هتتضري اكتر. بعدين احنا عندنا سكيلز، عندنا معايير للصحه ومعايير للوزن ومعايير للشكل ومعايير لكل حاجه. انت بتخترقي كل ده لمجرد ان في ناس شايفه ان ده الاصح، وده اصلا مش الطبيعي. خلي المرجع او الريفرنس بتاعك المكان او الجهه المسؤوله عن الجزئيه دي. يعني انت عايزه تتخني فانت بتشوفي انا وزني ده في انهي نقطه في السكيل، نورمال ولا اندر ويت ولا اوفر ويت. الطب في الجزئيه دي بيقول ايه، لكن مش هروح اسال اي حد ما يعرفش اي حاجه لمجرد ان هو مقتنع ان ده الصح. فرجاء ما تخليش حد يأثر فيكي، خليكي زي ما انتي عاوزة بالشكل اللي انتي بتحبيه. ويا ريت الناس كل واحد يخليه في حاله ونبطل نعدل على بعض، ولو هنعدل وعايزين نعدل قوي يبقى نغير في نفسنا، ملناش دعوة باللي حوالينا، عشان بجد يعني كل واحد جايب اخره. كان معاكم دكتور ندى عادل، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.